لاجئ عراقي يتزوج أمريكية حامل. وحدث خبر زواج كريم العراقي من الأمريكية الحامل إيميلي صدمة كبيرة، وتحول إلى قضية مثيرة للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي فور الإعلان عنه. لم يقتصر الجدل على المفاجأة فقط، بل امتد إلى التساؤلات حول قبول المجتمع لفكرة رجل لاجئ يتزوج امرأة غربية مستقرة مادياً واجتماعياً. وهل يمكن للحب أن يتخطى كل الحواجز الثقافية والدينية في زمن تتزايد فيه الصراعات والانقسامات؟ التعليقات كانت حادة ومتناقضة. بعضهم رأى في هذا الزواج تحدياً جريئاً يحطم القوالب النمطية، بينما اتهمه آخرون بالمغامرة بلا حساب، معتبرين أن التفاوت الكبير في الخلفيات والثقافات يجعل استمرارية هذه العلاقة شبه مستحيلة. كل منشور أو خبر عنهم كان يولد آلاف النقاشات الساخنة بين مؤيد ومعارض، وكأن قصة زواجهم أصبحت اختباراً اجتماعياً مباشراً لقيم المجتمع وصبراً على الاختلاف. الأكثر إثارة للجدل كان موقف كريم نفسه، الذي أعلن بكل وضوح أنه مستعد للتخلي عن الكثير من عاداته وتقاليده من أجل دعم إيميلي وحملها.